هننسى دلوقتي الفترة دي ان في متحف اسمه متحف المصري اللي في التحرير. اول متحف اتعمل اسمه متحف الأزبكية اللي هو متحف المصري سنة 1848. محمد علي باشا هو اللي امر ان هو يعمل المتحف ده، بس كان متحف صغير جوه بيت صغير. وعملوا متحف بعد ما فكوا رموز حجر رشيد. فلما محمد علي باشا اللي بوظ الدنيا كلها وادى معظم الاثار لخلفائه اللي هم الامراء والملوك، الدنيا باظت. سنة 1858 عينوا اول مأمور اسمه مارات عشان ينقذ الكارثة. ده عمال ياخد وده عمال ياخد في عهد محمد علي. فقالوا لا خلاص هيبقى رئيس مصلحة الآثار. تعالى هنا يا مارات، احنا مش هنعمل متحف ومش هنعمل اي حاجة، احنا هننقل المتحف الصغنطوط ده من البركة الأزبكية اللي هي اسمها متحف الأزبكية نوديه بولاق. راح لبولاق، ويا ريته ما راح بولاق. حصل فيضان، مش انا قلت لكم 1878 حصلت مشكلة والفيضان بيدي نار، فالمتحف غرق وضاع منه بعض المحتويات. هم حبة صغيرين عادي، يعني عادي تفرق ايه يعني، حبة يعني. هم كانوا مني، هم كانوا من فلوسي، انا مالي. 1881 قالوا هنعمل افتتاح برضو تاني للمتحف، بس هنا بقى مرمر مات. احنا عايزين حد بقى يمسك بقى حاجة تانية. مين بقى اللي هيمسكه؟ ماسبيرو. والله يا ماسبيرو ده انت لبلب، انت اللي هتنقذ الدنيا دي، وانت بسببك اتعمل المتحف المصري الكبير.